السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهاردة بقى هنعمل معاكم أكلة خفيفة وظريفة كده ومش مكلفة كتير برضو. طبعا كلنا زهقنا بقى من الشوربة والسليق والتحمير. النهاردة بقى هعمل معاكم طاجن السجق. ده السجق اللي انا كنت عاملاه معاكم قبل كده، وهعمل معاه شوية مكرونة كده محمرين وجمال زي ما انتم شايفين كده. حاجة في منتهى الجمال وحاجة تفتح النفس، وألف هنا وشفا للي هياكل. وزي ما انتوا شايفين السجق عامل ازاي ده يا جماعة، اللي انا كنت عاملاه معاكم قبل كده وحاشياه بايدي ولفاه معاكم. طلعت منه وعملت منه النهاردة حاجة كده تفتح النفس وحاجة جميلة وخفيفة، وبرضه فطار خفيف بقى. يعني احنا ايه، نجدد بقى في الاكلات بتاعتنا. اول حاجة بقى معايا النهاردة يعني جزء كده من السجق اللي كنت عاملاه زي ما انتوا شايفين، يعني حاجة كده فوق النص كيلو. ومعايا بقى شوية خضار، طماطم وفلفل ألوان وبصلتين وبطاطسية كده نقطعها رفيع، وقرنين فلفل حامي، يعني للي حاببها تكون يعني حامية كده وسبايسي شوية. هبدأ بقى أقطع الخضار بتاعي كله زي ما انتوا شايفين. هنقطع الفلفل كله، هقطعه بقى كده صغير صغير كده اهوت. وطبعا بقى يعني ايه السجق ده يعني تحبيشة حلوة كده، ويعني شوية حاجات كده ايه تفتح النفس. وطبعا محتاج بقى ان هو يبقى سبايسي شوية، عشان ايه هو دوت جمال السجق يعني. وطبعا بقى لما بنعمله مش عايزة اقول لكم بقى الطعم والجمال بيبقى ازاي. وحاجة كده تغيير بقى الاكلات يعني في رمضان زي ما انتم شايفين كده. انا قطعت الخضار بتاعي زي ما انتم شايفين كله كده. بص هنقطع القوطة كده صغير، مش هنقطعها كبيرة يعني. وكده بقى ايه، هنتبل فلفل اسود، كزبرة، كمون، ربع معلقة جنزبيل، ربع قرفة، بهارات 7، ملح، جوزة الطيب للي حابب يعني جوزة الطيب. بنبشر كده رشة كده جوزة الطيب عليهم، ومعلقة صغيرة من التوم، وبقلب بقى كل دوت مع بعضه. بحط بقى بعد كده اهوت بنزل بقى بمعلقتين كده كبار من الصلصة، وبقلب كله كده. الخليط معايا جاهز زي ما انتوا شايفين. بجيب بقى السجق بتاعي وابدأ بقى اقطعه، فككه كده من بعضيه، خليه صوابع كده لوحديها، وانزل بيه على الخلطة بتاعتنا عشان كله يتشرب من بعضه كده، والسجق يتشرب من التوابل بتاعة الطماطم. واقلب بقى كله مع بعضه. ونسيت احط بقى رشة من الزعتر، حطيتها في الاخر زي ما انتوا شايفين. وهقلب بقى كله مع بعضه كده. وهجيب بقى الطاجن بتاعي، ده طاجن فخار. طبعا الحاجة في الطواجن بيبقى ليها طعم يا جماعة مختلف كده، وليه طعم كده جميل وريحة كده مختلفة طبعا عن الطبيخ في اي حاجة تانية. زي ما انتوا شايفين انا فضيت بقى كل الخضار بتاعي كده في الطاجن، وهسويه. واحط له بقى كده قطعة ولا قطعتين من الزبدة، وهقفل عليه كويس، وعلى الفرن بقى يستوي براحته. بعد كده بقى هبدأ اعمل المكرونة بتاعتي. بجيب قطعة من الزبدة كده وانزل عليها بمعلقتين كبار من الزيت، واحمر بقى المكرونة معايا كده زي ما انتوا شايفين. ايدي فيها كده واقعد اقلب كده على طول لحد ما تدينا بقى اللون اللي احنا عايزينه زي ما انتوا شايفين كده. وانزل عليها بمقدار كوباية من صلصة الطماطم، بتسكرها كده وبتديها طعم حلو. وادي الشوربة بتاعتنا، وهنقلبها كويس.
وهنغطيها بقى ونسيبها تستوي مع نفسها. وكده بقى الطاجن بتاعنا طلع من الفرن، وزي ما انتم شايفين بقى كده بيبقبق كده وحاجة في منتهى الجمال. والمكرونة بتاعتنا جهزت، هنفضيها بقى في طبق التقديم. وزي ما انتم شايفين بقى المنظر بيتكلم عن نفسه، حاجة كده فاخر من الآخر، وحاجة جميلة وأكل جميل وخفيف في نفس الوقت. وشايفين السجق وجماله، وطبعا انتوا شايفين قلبه لحمة كده وحاجة جميلة. طبعا احنا عارفين احنا حاشينه ايه. ولو الفيديو بقى عجبكم لايك وشير، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.